ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مخبوزات الافران زي ما انتوا شايفين، مورقه وطريه جدا جدا، ومش قادره اقول لكم طبعا على الريحه والطعم. وطبعا هنشوف مع بعض واحده واحده وطريقه التشكيل. زي ما انتوا شايفين كده العجينه طالعه ممتازه ممتازه ممتازه. مش قادره اقول لكم على ريحه البيت وجمال العجينه. الطريقه ما شاء الله حلوه جدا وبسيطه، وهنعملها مع بعض واحده واحده. ده كيلو دقيق، نص كوباية سكر، معلقتين كبار كاستر، ومعلقتين خميرة، وذرة ملح، يعني معلقة صغيرة ملح. هنقلب كل الكلام ده مع بعض، وبعدين هنحط السمنة، 4 معالق سمنة. الموضوع مش مكلف، بس طلع ممتاز جدا. طبعا هنعجن الكلام ده كله بالمية، المية عادي من الحنفية، ولكن طبعا كمية المية مش هنحددها لان على حسب الدقيق اللي معاكي. انت بتفضلي تحطي المية لحد ما العجينة تبقى حلوة في ايدك. العجينة دي هتبقى طرية لكن مش بتلزق. هنحط المية واحدة واحدة لحد ما العجين يتظبط في ايدنا. ما شاء الله المعجنات دي طلعت ممتازة وحلوة جدا. شايفين العجين طرية لكن مش بتلزق. انا مش هسيبها تخمر، احنا هنسيبها ترتاح بس شوية لحد ما نحضر الخليط اللي هنشتغل بيه. هنحط نص كوباية سمنة، وهنحط عليهم من 5 ل6 معالق دقيق، ودي معلقة زبدة كمان. على فكرة الزبدة اختياري، لكن الأساسي سمنة. وهنحط عليهم 5 معالق دقيق علشان السمنة ما تبقاش سايحة معايا. هنقلب الدقيق مع السمنة لحد ما نوصل لقوام كريمي تقيل. لحد ما تتظبط معايا، انت بايدك كده تظبطيها. تفضلي تحطي دقيق على السمنة، يعني من 5 ل6 معالق لحد السمنة ما تبقى كريمي معاكي. زي ما انتوا شايفين ده الخليط اللي هنشتغل بيه. طبعا احنا سيبناه يرتاح، مش هنسيبه يخمر قوي، احنا هنسيبه يرتاح بس. طبعا العجينة دي انا هقسمها لجزئين. هنشتغل في الجزء الاول مع بعض. هنقطعه طبعا لكور صغيرة، اي عدد واي حجم بس يكونوا قد بعض. زي ما انتوا شايفين كده احنا هنقطع العجين لكور متساوية. ما شاء الله العجينة في ايدي طرية جدا وحلوة، لكن مش بتلزق. اي عدد بقى الكور زي ما يطلعوا معاكي، مش شرط عدد معين. المهم الكور كلها تبقى قد بعضها. زي ما انتوا شايفين كده هي نص العجينة طلع 9 كور معايا. هنرش بقى رشة دقيق وهنفرد الكور دي كلها. هنفردها زي الرغيف بالظبط. عايزين نفردها كلها قد بعضها. العجينة ما شاء الله طرية في ايدي وحلوة في الشغل ما شاء الله. تفرديها لحد ما تظبطي شكل الرغيف. هنعمل كل الكمية دي على هذا النظام. هنبططها ونفردها زي الرغيف بالظبط. زي ما انتوا شايفين كده
الكمية كلها هنعملها كده، هنفردها كويس ونظبط كده الدنيا معانا بحيث كله يبقى قد بعضه بالتقريب يعني. هنعمل كل الكمية كده. بعد ما خلصنا الكمية بقى هنبدأ نشتغل فيهم تاني. ده الخليط اللي احنا عاملينه. هنبدأ ندهن العجين قدامنا زي ما انتوا شايفين. هنحط اول واحدة ونحط التانية فوقها وهكذا. هنظبط العجين يكون قد بعضه زي ما انتوا شايفين كده، وهندهن برضو كل العجين زي ما انتوا شايفين كده، وبرضو هنحط ال الطبقة التانية فوقها. كل اللي احنا فردناه هنعمله كده فوق بعضه زي ما انتوا شايفين كده لحد ما نخلص الكمية كلها. بالتقريب بيكونوا كلهم قد بعض كده. انا خلصتهم خالص. هندخلهم الفرن هندخلهم الفريزر نص ساعة. طبعا انا بفردهم كده بعد ما طلعتهم من الفريزر نص ساعة. طبعا بيتفرد معايا بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. يعني احنا لازم نقعده في الفريزر نص ساعة وبنفرده كله زي ما انتوا شايفين كده. شايفين ما شاء الله السمك بتاعه مش تخين قوي. احنا بقى هنا هنبدأ نعمله رول. ده اول تشكيل هنشكله. ده هنعمله بقى رول واحد كده زي ما انتوا شايفين. هنقفل عليه كويس. وهنا هنبدأ نقطعه بقى بالتقريب كده، يعني 2 سنتي بالتقريب. زي ما انتوا شايفين كده. الموضوع سهل وبسيط. شايفين ما شاء الله. وهنا هبدأ بقى اضغط عليها كده. شايفين ما شاء الله الموضوع سهل جدا. طبعا انا رصيته في الصينية ونسيت ان انا هدهن بعد ما يخمر. يعني انا دهنت كده بس دي وسبتها. ده الجزء التاني برضو طلعته من الفريزر زي ما انتوا شايفين. الجزء التاني عملته نفس الطريقة. وهنا برضو بفرده خالص. هنا بقى مش هعمله رول ولا حاجة. انا هقطعه لمربعات صغيرة. حابة تشكليه اي تشكيل بقى انت وذوقك، لكن انا عملته مربعات صغيرة وعملته نجوم. ما شاء الله سهل جدا جدا معاكي في الفرد. مش متعب خالص. العجينة طرية وحلوة ما شاء الله. من المعجنات الحلوة السهلة الجميلة اللي هتقدري تعمليها في البيت. ولو جربتيها مرة ما انتش هتشتري تاني من بره بجد. احنا هنقسمه بقى لمربعات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. وهنا هنقسمه كده لمربعات. على قد ما تقدري يعني تكون المربعات قريبة لبعضها زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله العجينة جميلة جدا جدا جدا.
دي عجينة الأفران بتاعة الدنش والمخبوزات، ما شاء الله طالعة حلوة جدا. وهنا هنشكل المربعات الصغيرة دي اللي احنا شايفينها، هنعملها شبه النجوم كده زي ما انتوا شايفين. هنعمل شكل تاني، هنحط 2 فوق بعض، ادي كمان شكل وادي شكل. ما تنسوش بقى يا جماعة تعملوا لي لايك وشير ودعم للقناة، واللي ما اشتركش يشترك. طبعا ده بعد ما خمر وهندهنه. انا عاملة الخليط اللي بدهن بيه المعجنات بتاعتي، مية على عسل اسود على زبدة. وطبعا المعجنات اول ما تطلع من الفرن لازم نغطي عليها بفوطة نظيفة